النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري، هنعمله شوربة، كمان هنتعلم ازاي ننضفه مع الحفاظ على شكل الجمبري سليم زي ما هو. معايا هنا كمية من الجمبري غسلتها كويس تحت المية، وبعدين هجيب خلة وهاجي من المفصل الثالث اللي في سلسلة ظهر الجمبري، وهدخل الخلة بالراحة وهسحب، هيطلع معايا الكيس الرملي اللي في ظهر الجمبري. كمان هشيل الشنب الطويل بتاع الجمبري لان ملهوش لازمة ومش بيضيف اي حاجة للشوربة، هو بيبقى شكله غريب بس في الشوربة فبنشيله. هنكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. ممكن كمان طريقة تاني للتنظيف، ان احنا نفتح ظهر السلسلة بتاع الجمبري كلها بالسكينة ونطلع الكيس الرملي، لكن احنا بننضفه سليم كده علشان نحافظ على شكله. ودلوقتي نضفناه وغسلناه وسيبناه في مصفى يصفي. هعمل الرز الاول. حلة على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت، وهكون غاسله كوبايتين من الرز المصري ومصفياهم كويس من المية. واول ما الزيت يسخن هنزل بالرز، وبعد ما اقلب الرز شويه مع الزيت ويبدا يسخن الرز هضيف الملح بتاعي واظبطه، وهفضل اقلب في الرز مع الزيت والملح لغايه ما يفلفل. ودلوقتي هضيف السوائل للرز. انا ضفت ميه، معروفه ان الرز المصري لكل كوبايه من الرز كوبايه وربع من الميه، من كوبايه لكوبايه وربع حسب نوع الرز بتاعي. بعدين هساوي الرز في الحله وهغطيه وهسيبه لغايه ما يشرب السوائل بتاعته بالشكل ده. دلوقتي هغطيه وهنقله على عين صغيره واحطله الشياطه وابدا اعمل في الجمبري. حله على النار هحط فيها معلقه واحده من الزيت، واكون مقطعه بصله متوسطه قطع صغيره، هنزلها على الزيت. اول ما تبدا تشمع وتدبل معايا هنزل عليها بالجزر. هنحط الجزر قبل الفلفل لان الجزر بياخد شوية على النار، وهقلب الجزر مع البصل شوية. وبعد ما يشمع الجزر هبدأ انزل بالفلفل بتاعي. انا مقطعة جزرة واحدة وفلفلاية واحدة. بعد ما نقلبهم والفلفل ريحته تبدأ تظهر، دلوقتي هيكون جاهز معايا الجمبري. هنزل بيه على الخضار بتاعي وهقلبه شوية لغاية ما احس انه اندمج مع الخضار. ودلوقتي بقى قبل ما يلون هبدأ اضيف التوابل بتاعتي. والتوابل بتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة شطة، ربع معلقة من الكركم. هضيفهم عليها وهقلبهم كويس علشان الجمبري يشرب من التوابل بتاعتي. ودلوقتي بقى هضيف معلقة صغيرة من الدقيق، بتظبط الشوربة بتاعت الجمبري وكمان بتدي طعم حلو قوي للشوربة. هقلب الدقيق لغاية ما احسه انه اختفى وبدأ يستوي شوية. هروح نازلة بالمية على الجمبري. المية هنا يدوب تغطي وش الجمبري لان الجمبري ما بياخدش كتير على النار. مية عادية من الحنفية، مش لازم مية مغلية. دلوقتي هقلب الجمبري مع الخضار عشان كله يتساوى في الحلة، وهغطيهم وهسيبهم لغاية ما يبدأ في الغليان. واول ما الجمبري بتاعي يغلي هنلاقيه بيفور جوه الحلة بالشكل ده. هنقلبه الاول نهدي الفوران بتاعه، وبعدين نبدأ نشيل الريم او الرغوة اللي بتبقى على الوش علشان ناخد منه شوربة صافية بالشكل ده. وهنبدأ نعد 12 دقيقة من ساعة ما يبدأ الجمبري في الغليان، وبعد ال 12 دقيقة بنروح طافيين النار ونغطي الغطا على الجمبري تاني ونسيبه قبل الغرف 5 دقايق في الحلة بتاعته. وكده خلص الجمبري بتاعنا في أقل من ربع ساعة. ممكن تقدميه بالشوربة بالشكل ده، ممكن تطلعي الجمبري وتخلي الشوربة لوحدها بالشكل ده. ودي كانت أكلة النهاردة، أتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبتكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.